وأخيرًا جولة في الصالون بعد ما بدلت التلمطة ديال الدار. بزاف اللي ما غاديش يعقلوا على التلامط القدام، غادي نحط ليكم قبل وبعد. هادو التليمطات جداد ديال البروكار، بروكار العادي وبروكار المطلسي. من بعد ما تشاركت معاكم بزاف ديال الإصلاحات، منها ديال القبص، عطيتكم الثمن شحال حسب ليا القباص، شحال حسب ليا التريسيان، شحال شريت ديال لي سبوط، وكذلك الصباغة، نوع الصباغة، بشحال الصباغة، شحال تقامت، اليد ديال المعلم، كلشي شاركته معاكم. هنا فقط زدت التريال اللي خديتها ب700 درهم. غادي نشارك معاكم الثمن ديال الخياطة ديال الطلامط، بشحال خيطتهم، نوع ديال الثوب، كلشي غادي نشارك معاكم. وزدت كذلك واحد البلاكار ديال الصبابط، ما زدتوش في الدخلة، فقط زدتو في الكولوار، في واحد البلايصة هنايا، حيت كان الحيط بحال خارج شوية. إيوا درتو هنايا جا مزيان. بالنسبة للناس اللي ما عارفينش الطلامط اللي كانوا عندي هاد الطلامط الزرق، زوّلت هاد المكانة هادي، بدلت الإضاءة بالصفرا. المهم هاد الطلامط كانوا عاديين، هادو كانوا عندي في داري القديمة. بالنسبة للتلفازة علّقتها لأن ولدي كان كيشير دائمًا. صافي حيدت كلشي. بالنسبة لهنا قبل ما نصور ليكم بغيت نقول لكم واحد الحاجة، بلي أنا ديما دايرة هنا طابي أونتي شوك على ود ولدي، كيلعبوا وليداتي هنا صغار. كيما كتشوفوا كاينين الألعاب ديالهم. أنا بالنسبة ليا ما غاديش نخسر فلوس كتيرة في الصالون وغيجيكم صالوني جد جد عادي. انا كنفضل ان وليداتي يتمتعوا في دارهم ويلعبوا على خاطرهم. ديما كنكحز الطبله في الجنب وكنخليهم. ما يمكنش انا واحد المساحه اللي هي كبيره نخليها فقط للضيف. وليداتي هما الاولين، خاصهم يلعبوا ويكونوا مرتاحين في دارهم، وحتى انا ما نتعصبش. انا ولدي باقي تيكسب ليا في الطلامط، وهادو كسب ليا فيهم بالستيلو، كيكسب ليا في الحيوطه عادي جدا، وكنتقبلها بروح رياضيه. كيكوّن ذكريات، خصو يكون فرحان، خصو يلعب، المهم يكونوا بصحيحتهم. بالنسبة للطلامط غادي نهضر لكم عليهم. خديت 3 ديال النواع، البروكار اللي فيه الوردة مطروزة، وهداك اللي في الطلامط مطلاسي يعني عامر. وخديت هذا ما عرفتش شو سميتو، المهم هذا راه معروف. بالنسبة للأثمنة البنات خديت 3 وكل واحد والثمن ديالهم. هذا اللي كيكون عامر بالقطن هذا من الداخل، هذا حسبوا ليا ب120 درهم المتر. وبالنسبة للبروكر العادي هذا 90 درهم، المزوّق 100 درهم. أنا عطيتكم الأثمنة. وهاد المبرة ديال الروطانة وقيلة 50 درهم. بالنسبة للخياطة على حسب كل واحد وكيفاش يخيط. أنا اختاريت ندير داكشي سامبل، صالون متواضع على قد الحال. أصلًا كان عندي بزاف ديال الديفوات عند النجار، ما شدليش العبارة مزيان، البونجما ما جاش متلائم مع الستدر نهائيًا، شي كبير شي صغير، غتشوفوا بزاف ديال الأخطاء كاينين في هاد الصالون. المهم بالنسبة ليا أنايا من حدي، باقيين وليداتي صغار ما نقدرش نبدل، خلّينا عايشين هكا مرتاحين، يلعبوا على خاطرهم. المهم أنا تشاركت معاكم التليمطات على قد الحال، يعني ماشي دوك التلامط الغاليين. المهم فكرة تاخدوا الأثمنة الناس اللي على قد الحال وبغاو أنا عارفة كاينة في اليوتيوب صالونات بالنسبة للثمن واعرين. بشحال خيط ليا المخدات الكبار، خيطتهم ب50 درهم المخدة. درت أنايا التوب كومبلي، ما درتش نص مخدة هكا وهكا، ولا درت نصف كل نصف كل مخدة، خليت خياطة جد جد عادية. والمخدات الصغار حسبهم ليا ب30 درهم. هادوك اللي هما تيكونوا طوالين، واللي دايرة فيهم نص نص، واحد التوب دايرة بحال موزونة، هادوك حسبهم ليا حتى هما وقيلة 30 درهم. يعني هادشي كطاح ليا ثمن مناسب. وبالنسبة شنو زدت هنايا في الكولوار، زدت بلاكار ديال الصبابط، وزدت معاه واحد الطابلو من الطوال، خديته ب50 درهم، والبلاكار خديته ب1300 درهم. بالنسبة ليا زعما جا زوين هنايا. ودائما الحاجة ملي كتشوفيها بعينك ماشي بحال كيف ما كتشوفها هكا في يعني مصورة. صافي هادو هما الإصلاحات الخفافين اللي زدت في داري. كنتمنى يعجبكم الفيديو، إلا عجبكم ديروا ليا لايك.